الرئيس عبد الفتاح السيسي اتبدل بواحد تاني وفي فترة زمنية بسيطة جدا في نهاية 2024 وفي بداية 2025. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطني. فضلا وليس أمرا بطلب من حضراتكم نشير الفيديو ونضغط لايك عشان نوصله لأكبر عدد من الناس. في مثل في مصر عندنا هنا بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، ولكن المثل ده كان من المفترض ان المصريين بالتحديد يكونوا فاهمين وضوح وشفافية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مؤتمراته ولقاءاته على جميع المنصات في جميع الدول، ان كان واضح وشفاف ان مصر دي مش هتكون غير للمصريين، وان قضية اهالي ارض العزة احنا متمسكين بيها من بداية الحرب حتى الآن. ولكن الكثير من الناس سواء كانوا من داخل مصر أو من خارج مصر كانوا مشككين أو كانوا معترضين على كلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولذلك بعيد لحضراتكم المثل تاني. المثل ده بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك، وفعلا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عرف يحير كل الناس من الداخل ومن الخارج، ولكن في النهاية وصل او عمل اللي هو عايز يعمله. فياريت كل الناس اللي هي اساءت لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكبر رئيس دولة عربية حفظه الله من كل شر ومن كل سوء، يحاول يعتذر في التعليقات، وانا هحاول اكون وسيط بينكم ان شاء الله وهخلص الموضوع. يعني اكتب احنا اسفين يا ريس، وانا هكون وسيط في الموضوع ان شاء الله، والدنيا هتعدي على خير، لانكم انتوا اسأتوا فعلا يعني في حق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي ما شايفين حضراتكم من بداية 2025 حتى اليوم ما شفناش اي رئيس دولة عربية يصنع ويفعل ويحقق ويصيب جميع الاهداف في جميع الدول اللي هي غرضها وهدفها ان هي تسيء لمصر او تسيء لقضية الفلسطينية غير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فحفظ الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحفظ الله شعب مصر، وحفظ الله جيش مصر، شاء من شاء وأبى من أبى. وبذكر حضرتك تاني اكتب احنا اسفين يا ريس، وانا ان شاء الله هكون وسط بينكم واخلص الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.